أهلا وسهلا ومرحبا وألف مرحبا بالصحفي الكبير رزق المدني في الصحراء المغربية في الرمال الذهبية لمدينة العيون. اليوم معكم الفنانة التشكيلية بشرى التقي المعروفة برسامة الملوك، واليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم مع الأستاذ ديالنا نشارككم واحد مجموعة ديال اللوحات وتشوفوا الإبداعات ديالي. مرحبا بكم. شكرا أستاذ. هذه اللوحة هذه هي لوحة اللي فيها المغفور له الملك ديالنا الله يرحمه محمد الخامس بطل التحرير رفقة الأبناء ديالو ولي العهد الأمير مولاي عبد الله رحمه الله، وكذلك آنذاك ولي العهد الأمير مولاي الحسن رحمة الله عليه. هذه اللوحة اللي كتعبر على العائلة وكتعبر على الامتداد ديال الحكم في المغرب. وإحنا اليوم في المدرسة العليا للتكنولوجيا، ملوكنا الكرماء اللي هما كانوا البنات ديال المغرب الحديث، الحسن الثاني رحمة الله عليه، وكذلك سيدنا الله ينصرو محمد السادس أطال الله عمره. هادو هما أبطالنا وهما المخططين وهما المهندسين والعباقرة ديال المغرب الحديث. فحبيت يعني يكون واحد التكريم لهاد الاسماء ولهاد الملوك ديالنا اللي تيعبروا لنا يعني، واللي حنا كنحبوهم بزاف من خلال هاد اللوحات وهاد البورتريهات. هاد اللوحة الجميلة واللي فيها سيدنا الله ينصرو الملك العظيم محمد السادس نصره الله رفقة الأميرة الجميلة لاله خديجة. في هذه اللوحة اللي كتمثل العائلة وكتمثل الدور ديال العائلة في المجتمع المغربي، واللي كذلك في هذه اللوحة الأميرة لاله خديجة تمثل المملكة المغربية وتمثل كل مغربي، لأن جلالة الملك هو الأب الروحي لكل المغاربة. هذه اللوحة واللي هي لوحة خيالية واللي من خلالها حبيت نعبر على المرحلة الانتقالية اللي كيمر منها المغرب، واللي هي الانتقال من الحياة التقليدية إلى عالم التطور والتكنولوجيا. إذا هنا كنشوفوا الشباب ديالنا التنمية. إذا في هذه اللوحة هذه كنشوفوا هذا الحاجز اللي المغاربة اليوم يجتازونه، هو حاجز يعني الفكر القديم، حاجز في عبور إلى العالم الجديد واللي هو عالم التكنولوجيا وعالم التطور، واللي يعني اليوم يمشي المغرب في خطى ثابتة نحو الأفضل ونحو التطور. انتهى بلوحة رائعة. بدأت من التاريخ وغصت في صفحات التاريخ أكيد. ثم وصلت إلى الوقت الحالي، ثم الآن في مرحلة العبور للمستقبل. أكيد. هذا بالفعل ما يحدث هو قراءة لما حدث ولما يحدث، وإن شاء الله لما سيحدث للأحفاد. هذه هي المسيرة نتاع المغاربة منذ الأزل المغاربة كيمشيو بخطى ثابتة وواثقة، وكل جيل كيجي كيدير البصمة ديالو.
كل جيل كيخلي الاثر ديالو، كل جيل كيحط واحد اللبنه في الصرح، كل جيل كيحط اللبنه ديالو في بناء الصرح العظيم واللي هو تاريخ المملكه المغربيه الشريفه. بشرى، انت ما شاء الله فنانه بديعه، تبارك الله عليكي واحسنت والله. انا شخصيا سعيد جدا والله بهذه الاطلاله على ملوك الاوغان للمملكه المغربيه. من الفن والرسم والريشه عمل صعب، تنقل صوره في الخيال الى واقع وملامح حقيقيه او اقرب الى الحقيقيه بالنسبه يعني تبارك الله عليكي. من اين استلهمك هذا الالهام؟ هو هي فقط موهبة إلهية من الله سبحانه وتعالى، واللي أنا درت مجهود أنني نزيد نتعلم. هي الموهبة بوحدها ما كتكفيش، كتبغي الإنسان يثابر ويدير مجهود ويتعلم ويستمر، والعشق ديالو لهذيك الموهبة هو اللي كيخليه يتطور. الكثير كيسولني واش انت فنانه اكاديميه ودرستي في معاهد ديال الفن التشكيلي، ولكن انا درست دراسه ذاتيه واللي هو تعلم ذاتي بدون انسانه عصاميه، فنانه عصاميه، واللي يعني كان مسار طبيعي وبدون اي تخطيط، هو فقط عشق لفن جميل، وانا مشيت في هذا العشق وسلمت نفسي ليه، والحمد لله. اعتقد انني اليوم يعني تندير واحد البصمه بسيطه، ومازال انا اتعلم وغادي نبقى اتعلم. السؤال الاخير، نعم. الطموح والاحلام عند الفنانه بشرى؟ نعم. بالنسبه لي في هذا المجال الفني، هو في البدايه كان هوايه، ولكن اليوم انا حبيت نشارك الفن ديالي مع الناس، وبغيت كاع الناس يشوفوا الفن ديالي، وكنتمنى يجي واحد اليوم ربما نمثل بلدي احسن تمثيل في خارج الوطن، ونكون واحد السفيره مشرفه للمراه المغربيه. على ناخذ من كلمتك الاخيره المراه المغربيه، وانت من فاعل نعم تمثيل وخير سفيره للمراه المغربيه بهذه الوطنيه وهذه اللوحات المشبعه الوطنيه. بشرى اشكرك والله كثير، وان شاء الله ربنا نشوفك بحول الله تعالى في معارض كبيره على مستوى الصعيد الوطني ان شاء الله والدولي، ولما لا تستحقين. بارك الله فيك، والله لا تشرفت بك الصحفي القدير المدني رزق، واللي من مصر الشقيقه، واللي هي بلد الفن وبلد الابداع وبلد التاريخ، وكاين دائما واحد التواصل انساني ما بين الحضارات وما بين يعني الشعوب. وكنشكر جزيل الشكر على هذا الحضور ديالك اللي شرفتينا به في مدينه العيون. جزيل الشكر، وكنتمنى انك تكون سعيد بهذا الحضور ديالك الصحراء المغربيه اللي غاديه في تطور. ان شاء الله وعلى كلمه وعلى يعني الصحراء المغربيه. بشكرك والله من هنا، واصالة عن نفسي ونيابه عن كل المصريين نقول يعني وانا كنت بصفه شخصيه، الصحراء المغربيه جفت الاقلام وطويت الصحف. تحياتي. شكرا. شكرا.